استبدلنا الكارت ده بشريحه زي شريحه الموبايل بالظبط، ونشحن العداد سواء كان كهرباء او غاز او ميه. العدادات اللي هي الجديده ممكن نشحنها عن طريق ان انا اشحن من اي مكان كاني بشحن الموبايل بالظبط ده. كتير مننا بيعاني لما بيجي يشحن كارت الكهرباء. اوقات كتير بتحط الكارت في العداد يقول لك الكارت غير مقبول، فلما بتروح تشحنه من اي مكان حتى مؤسسه الكهرباء نفسها بيقول لك ارجع حط الكارت لغايه ما يقول لك مقبول، وتفضل رايح جاي من البيت، وخاصه لو الكهرباء للاسف بتكون قاطعه لاي محل تشحن منه او مؤسسه الكهرباء. وبنعاني، وخاصه الناس كبار السن مش هيعرفوا يتعاملوا مع كارت العداد، ويبداوا في ناس كبيره بتكون عايشين لوحديهم بيضطروا يلجأوا لاي حد من الجيران علشان خاطر يشحن لهم الكارت. واوقات بتكون الشبكه واقفه، اوقات الكهرباء بتفصل عليك في وقت متاخر، اوقات بيكون رب الاسره بره البيت الكهرباء بتفصل على اولاده بيكلموه مش هيقدر يعمل لهم حاجه، خاصه لو مفيش فلوس في البيت ولو الكارت في البيت. لكن فيها ايه بقى لو استبدلنا الكارت ده بشريحه زي شريحه الموبايل بالظبط، ونشحن العداد سواء كان كهرباء او غاز او ميه. العدادات اللي هي الجديده ممكن نشحنها عن طريق ان انا اشحن من اي مكان كاني بشحن الموبايل بالظبط. تخيل والراحه اللي هتعود عليك من فكره زي دي بالظبط، بدل ما تروح وتفضل رايح جاي، لا انت تقدر تشحن الكارت من خلال رقم زي رقم الموبايل بالظبط. لو سمحت اشحن لي كهرباء ب 100 جنيه، اشحن لي غاز ب 50 جنيه، يتشحن لك على العداد اوتوماتيك من غير الكارت. يا ريت لو انت شايف الفكره دي كويسه ومقتنع بيها يا ريت شير الفيديو عشان يوصل لاكتر عدد من الناس، ويمكن يوصل لحد من الساده المسؤولين ونرتاح من بهدله شحن عداد الكهرباء.